واش ما عمرك لاحظتي أنك كتبدل الأشخاص ولكن نفس الألم كيبقى هو؟ مرحبا بكم في قناة كلمة لقلبك. بزاف ديال الناس كيعيشوا نفس السيناريو، كتسالي علاقة كتقول المرة الجاية غنختار حسن، ولكن كتفاجئ براسك رجعتي لنفس النوع بالضبط، نفس البرود، نفس اللامبالاة، نفس الجرح. وهنا كيجي السؤال، واش هادشي غير سوء حظ ولا كاين سبب اعمق؟ الحقيقة اللي خصنا نعرفوها اننا ما نختاروش بعقلنا وصافي، وانما كنختارو برمجتنا الداخلية. اشني كيعني هاد الكلام؟ كيعني ان العقل ديالنا كيجذب اللي مألوف حتى الا كان مؤلم. إلا كبرنا في بيئة فيها نقص اهتمام ممكن نجذبو شخص ما كيعبرش بزاف. نحيط داخلنا كيعرف هاد الإحساس وكيحسبو عادي. إلا تعودنا نبذلو مجهود باش ناخدو الحب، غادي نجاذبو لشخص يخلينا ديما نطاردو الاهتمام ديالو. العقل الباطني ديالنا كيحب الشيء اللي تعود عليه، ماشي بالضرورة اللي صحي. وكاين سبب آخر مهم بزاف، بعض المرات كنخاطبو بين الانجذاب القوي والراحة الحقيقية. الشخص اللي كيكون غامض بعيد وصعيب المنال كيخلق فينا توتر، وهذا التوتر كنسحابوه حب، ولكن في الحقيقة هو غير لعبة مطاردة. الحب الصحي ما كيكونش فيه قلق دائم، ما كيخليناش نفكروا طول اليوم علاش ما جاوبنيش، واش تبدلات مشاعره. ومن علامة اننا نعاودو نفس النوع اننا كنسمعو نفس الجملة في كل علاقة، كنتي زوينة بزاف عليه، ولا هو ما كانش واضح من الاول. المشكل ماشي في القيمة ديالنا، وانما المشكل في النمط اللي ما تبدلش. باش نكسروا هاد الدائرة خاصنا نديرو 3 ديال الحوايج. اولا نكونوا صادقين مع راسنا، شنو الصفات اللي كتجذبنا؟ واش فعلا صحية ولا غير مألوفة؟ ثانيا ما نثيقوش غير في الاحساس الاول، نعطيو الوقت باش نشوفوا الافعال ماشي غير الكلام. ثالثا الا حسينا براسنا كنجريو مورا واحد الشخص خاصنا نوقفو، حيت الحب ما خاصوش يكون سباق. في النهاية الا بغينا علاقة مختلفة خاصنا نختارو بطريقة مختلفة، ماشي اي انجذاب هو اشارة صحيحة. واحيانا الشخص اللي كيحسسنا براحة من الاول هو اللي فعلا مناسب لينا. وسولوا راسكم دابا، واش حنا كنختاروا بوعي ولا كنرجعوا للمألوف؟ الا وصلتوا النهاية كتبوا لي في التعليق واش عمركم حصلتوا في نفس النوع اكثر من مرة. وإلا حسيتوا هاد الكلام مسكم شاركوا الفيديو مع شي حد خاصو يسمعوه. ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل تجديد والمواضيع الماجية، ونكملوا مع بعض رحلتنا في الوعي ونكسروا الأنماط اللي كتوجعنا باش نخليو قلوبنا حية. ونتلاقاو في فيديو جديد نهار السبت إن شاء الله بإذن الله تعالى. وتهلاو لي فراسكم وفي رعاية الله تعالى وحفظه.